يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخيرات، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة على عيون متابعيني. شرفتوني جدا جدا جدا، أهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. النهاردة بقى روتين قمر. ربنا يجعل أيامكم كلها سعد وفرح ورزق وهنا يا رب من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجعل لسانكم دايما معطر بذكر الرحمن، قولوا آمين اللهم آمين. ربنا يجعل سعادة الدنيا يا رب بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب اللهم امين. ربنا يفك كربكم وكرب كل مكروب يا رب اللهم امين، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة يا رب اللهم امين. روتين القمر هنتكلم فيه النهاردة كده عن أفكار وحاجات حلوة جدا بإذن الله هتعجبكم. بصوا بقى النهاردة كده، أول حاجة بدأت بيها كده جهزت الفطار. قلت بقى إيه، نجهز الفطار ونشوف كده. عندنا دورة غسيل، وعندنا دورة الغسيل دي يومي. قلت لكم قبل كده الأفكار إن انت هتعتمديها، هتحسي إن بيتك نظيف دايما باستمرار. اصحي الصبح، رواقي السرير بتاعك، رواقي اوضتك قبل ما تخرجي منها. تدخلي تاني حاجة الحمام، تظبطي الحمام كده وانتي بتاخدي شاور ولا اي حاجه. بصي كده ظبطي الحمام قبل ما تخرجي منه. تخرجي، تحطي دورة غسيل، تظبطي البوتاجاز، تشوفي اي طبق واي كوبايه على كومود، على اي مكان، على ترابيزه في الصاله، في اي مكان. تحاولي ان انت تشيليها وتتخلصي من كل الحاجات دي. اي منديل مرمي في اي مكان شيليه، اي بقايا اكل في اي حته شيليها. يعني المهم روتين كده على السريع خفيف كده وظريف. يا رب يعجبكم باذن الله تعالى، ويا رب افكارنا تعجبكم ان شاء الله. تعالوا بس نقول بس ايه اهم حاجه، الفطار بتاعنا الجميل القمر دوت. كنت عملت معاكم في الروتين اللي قبل كده القرنبيط. جبت قرنبيطه كبيره ما شاء الله، يعني حلوه كده، يعني ماليه وزنها كده، حاجه حلوه كده ومحترمه، بنت حلال يعني. المهم حطيتها كده في صينيه، وقلنا نوفر الزيت. طيب قلت لكم بقى ايه، قلت لكم اللي انا بعشقه كده. مهما اعمله باي طريقه احبه كده متحمر كده، ويكون بصي تخبطيه كده تحسي ان في قرمشه كده، لازم يقرمش كده معاكي ويكون حاجه حلوه كده. فطبعا ايه، احنا بنعمل ايه، اهم حاجه معلقه النشا في الخلطه دي، وان شاء الله دوقي احلى قرنبيط، ودوقي بقى القرمشه على اصولها يعني. عملت كده القرنبيط، كان باقي عندي بقى خلطه، فحطيتها في التلاجة، حطيتها في الفريزر. فقلت نعدي يومين ونعمل كده ايه القرنبيط بتاعنا. فكان باقي عندي القرنبيط دوت، فقلت هحمره كده ونسلك كده فطارنا الجميل القمر دوت. بصوا بقى الجبنة القريش القمر دي اللي مش قادرة اقول لكم، معمولة بخيرها، حلوة جدا ما شاء الله. جبتها كده حباب قلبي، دي عامله 50 جنيه. يعني علبه الجبنه، شوف انت بتروحي تجيبي علبه الجبنه مثلا ب40 جنيه او ب50 جنيه، ما بتقضيش معاكي يومين. لكن ما شاء الله الجبنه القريش هتقعد معاكي فتره كويسه جدا. هتاخدي منها ايه، حته حته كده، وهتضيفي عليها حبه طماطم، هتضيفي عليها قرن فلفل، تضيفي عليها شويه زيت زيتون، حبه البركه، زعتر. بصي كده حوجيها تحويجه تمام، وظبطيها كده تظبيطه حلوه، وافطري بقى احلى فطور. مش قادره اقولك على الفطار الفظيع ده. بصي بقى لو كوباية شاي بقى قمر كده، كوباية شاي بلبن، كوباية تحويجة كده اللي أنا عاملاها قبل كده معاكم، اللي هي شمر مع ينسون مع حبة البركة مع كراوية. بصي الحاجات دي بقى بتديكي تخسيس مش قادرة أقولك، يعني والله لو شربتها في الفطار والغدا هتحرق لك كل الدهون بإذن الله. هتحسي كده ان في فرق كده، ان انت ما بتزيديش، كلي براحتك وما تزيديش، واعملي شويه رياضه كده يفرحوكي كده ويسعدوكي ويبهجوا حياتك كده. يعني قومي كده من النوم، اتنشطي، اعملي شويه رياضه، هتحسي ان انت نشيطه جدا. مش قادره اقول لك روتين الطاقه الايجابيه اللي انت هتعمليه بعد الايه، بعد الرياضه اللي تعمليها دي. وادخلي بقى يا حبيبه قلبي زي ما قلت لك كده على المطبخ، ظبطي الدنيا وابهجي حياتك وسعيدي بيتك، فرحي نفسك على قد ما تقدري. انا قلت بس ايه اهم حاجه، بس اول حاجه نعملها الفطار، نفطر كده ونظبط حياتنا، وبعد كده ايه قلت اغير. يعني مش شرط ان انا امشي على مود كل يوم، لا، ما انا لازم كل يوم اغير في المود بتاعي، مش اللي نصبح فيه نبات فيه، لا. انا عايزه كل يوم تغيري في الروتين بتاعك، كل يوم غيري في الروتين. هغير في الروتين ازاي؟ يعني مثلا لو النهارده ان انا مثلا بقوم ادخل على المطبخ على طول، لا انا هقوم هروق البيت النهارده. بقوم بغسل، لا انا هغسل الحمام. بعمل الحمام، لا. يعني بصي حاولي ان انت تغيري نفسك، تغيري نفسك وتغيري مودك كده، مش كل يوم تمشي على حاجه معينه او على رتم معين. بس الحاجات اللي انا بقولك عليها اللي هي الافكار اللي لازم تعمليها هتعمليها، اللي هو
تظبطي سريرك قبل ما تخرجي من اوضه النوم، دي حاجه اجباري لازم تعمليها يوميا. فهتظبطي اوضتك، هتحسي كده ان اليوم معاكي نشيط. هتبداي بقى ايه، تدخلي اوض بناتك، تدخلي مثلا الحمام، تدخلي المطبخ، تدخلي اي حاجه، المهم ان انت ظبطي البلكونات، ظبطي السلم. يعني بصي ابهجي نفسك كده باي حاجه، حسسي نفسك ان انت بتعملي حاجه حلوه، مش حاجه ان انت مضغوطه بيها. بصوا حبايب قلبي كده، زي ما انتوا شايفين فطارنا القمر، جبنه بقوطه جميله كده، وطبعا القرنبيط، وكمان طبق فل عسل كده زيكم. ودخلت قلت بقى ايه، بعد الفطار كده نقوم نتشجع بقى كده، شربنا كوبايه شاي كده وصحصحنا، ونقوم بقى ايه، نعمل شويه ايه نشاط كده وروتين في البيت، اللي هو حطيت دوره غسيل، وهندخل بعد دوره الغسيل على الحمام على طول. اظبط كده الحمام بتاعنا، ونشوف روتين القمر دوت هيمشي ازاي. وعايزه كلمتين كده اقولهم، يا ريت كده تسمعوهم كده وتحطوهم حلق في ودانكم كده. طيب، في يعني في ناس كتير سالوني اللي هو في سن المراهقه، ازاي ان انا عامل بناتي في سن المراهقه، ازاي امشي معاهم. معلش، كل حاجه بتتاسس من الصفر، اللي هو اطفالك من بدايه الزمن. من بداية الزمن، من أول 3 سنين ابدأي عيشي مع أولادك، اللي هو طفل بس عوديه على حاجة. عودي طفلك على حاجة، يعني بقولك ايه، وربيه دايما على حاجة معينة، يعني دايما مشي ابنك على تربية معينة اللي انت تمشي عليها. مش دلع بقى وحاجات كده. الدلع له وقته، وتقفي عند حدك له وقته، وما تعملش الغلط له وقته، بس مش اجباري بحاجة حلوة. كلمي دايما، حسسي اطفالك ان هم حاجة كبيرة وحاجة لها قيمتها كده، ودايما عرفيهم ان انتوا لكي قيمة في حياتي، اللي هو اسمعيهم بيتكلموا. حتى لو طفل صغير قعد يبص يقولك اي حاجه، يا حبيبي حصل، ما حصلش، ما اعرفش ايه، جميل جدا، بس انا عايزه حاجه. الدلع مش كل الوقت. معلش، مش كل طفل يطلب منك حاجة مجابة في ساعتها. لا، انا بجيب ابني مش عايزة يتحرم زيي، او ان انا لا مش عايزة احرمه من اي حاجة، فبالتالي هتلاقي الحاجات دي بتيجي على راسك انتي، وهتتعبي انتي قدام، اللي هو بقى في سن المراهقة اللي احنا بنقول عليه. هتربي ابنك من وهو صغير، هتتعودي على حاجة معينة، وهتمشي على رتم معين، وهيمشي ابنك معاكي عليه. طيب، لو أنا مثلا عودت ابني على حاجة، وجيت في سن المراهقة اتغير، مشي مع يعني مثلا أطفال سوء، شباب سوء، بنتي مثلا مشيت مع بنات يعني متعودين ان هم دايما بيغلطوا مع اهاليهم او كده، وشافوا المنظر وعايزين يتقمصوا الشخصيه، وبداوا ان هم يدخلوا مثلا معاكي بطريقه مش كويسه، اللي هو ايه، ماما مالكيش دعوه، ماما لا انا هعمل اللي انا عايزاه، ماما لو سمحت ما تتدخليش في حياتي، انا كبرت، انا ما اعرفش إيه. لا، انت ما كبرتيش، انت لو كبرتي وعندك 100 سنه انا برضو حاجه اسمها ام. لازم ابنك يكون عارف ان انت عندك شخصيه قويه. ابنك لازم يعرف ان انت عندك شخصية قوية. بنتي لازم تعرف ان انا عندي شخصية قوية. ازاي هتعملي ايه؟ هقولك بخطوات بسيطة جدا هتعمليها. هتتعودي مع بنتك لو وصلت سن المراهقة وبدأت ان هي تتغير معاكي، او ان هي مثلا هتغلط فيكي، او بتقولك تبجح معاكي، او تقولك لا ملكيش فيه، لا انا كبرت، انا الحاجات دي. طيب، اقفي هنا بقى، ستوب. في حاجة اسمها ايه؟ تربية صح. مش بقولك بالضرب ولا بالإهانة، لا، هتتعاقب ازاي؟ بطريقة حلوة جدا، اللي هو بقى ايه، اعتزليها خالص، اللي هو مش تعتزليها، اجمدي على قلبك شوية. هتجمدي على قلبك شوية ازاي؟ طيب، انتي معوداها على حاجة بتعملها، متعودة على حاجة ان انتي بتعمليها معاها، بتسيبي لها مصروف مثلا كذا، بتعملي لها حاجة، بتجيبي لها حاجة، بتحطي لها اكلها، بتحطي لها فطارها، بتحطي لها غداها، ما تعمليش الحاجات دي. ابدأي ابعدي عن الحاجات دي. هترجع هي بالتالي هتحتاجك، اللي هو انا محتاجة والدتي، اللي هو بقى ايه، لا انا مهما كان دي والدتي، وهبعد عنها، مش هقدر ابعد عنها. فبالتالي بنتك هترجع لك وهتبدأ تقول لك ماما انت زعلانة مني في حاجة، انا زعلتك في حاجة، انا معرفش، انت زعلتيني في 1 2 3. طيب، انا عايزة بقى التربية الصح بقى، اللي هو ان انا اتكلم مع اولادي كتير. هتتكلمي مع بناتك كتير جدا جدا في سن المراهقة. حسسيهم ان انت صاحبتهم مش امهم. يعني وصلي الهدف ان انت والدتهم، ان انت صاحبتهم، اختهم، كل حياتهم. انت صاحبتهم اللي بره دي حاجة ان هي ايه، هم اصحاب كويسين محترمين مع بعض وكده، بس انا نمبر 1، انا رقم 1 في حياة بنتي. ما ينفعش ان انت تكوني رقم 2 بعد صاحبتها او بعد زمايلها. لا، انا دايما اكون في حياة بنتي
رقم واحد، عودها دايما اي حاجه هتحصل معاها بره تيجي جري تقولك، حتى لو كلمت اي حد بطريقه مش كويسه، اتعاملت بطريقه مش حلوه مع اصحابها او مع اي حد، هتيجي منها يعني بص هتلاقيها كده لوحدها بتيجي تحكي لك ماما انا حصل معايا النهارده 1 2 3. ليه؟ عشان اتعودت منك ان هي تحكي لك على حاجه وتنصحيها ان انت ده غلط او ده صح. طيب انا نصحت بنتي ومشيت صح ومشيت تمام معايا، طيب مثلا لو مثلا عرفت شاب بره او حاجه ولا كده، ولا حد لعب بدماغها، او انتوا عارفين يعني بيحصل كل حاجه في سن المراهقه، طيب وجت رجعتني، خلاص ما انا خلاص في صحوبيه بيني وبين بنتي، خلاص انا خلاص في حاجه، في الحافز اللي هو الخوف اللي هو بيني وبينها اتشال الحمد لله. طيب بنتي عشان خاطر انا مدلعاها كانت دايما معتمده ان انا ايه، ان انا عارفه ان والدتها دي هتجيب لها كل حاجه مجابه، فهي عارفه ان هي حاجه كده يعني عباره عن حاجه ان انت حاجه اساسيه ان انت بتجيبي لها كل حاجتها، انت مستلزمات فقط لغير، انت حاجه كده بتجيبي لها الاساسيات بتاعتها، فعارفه ان انت حاجه كده على الهامش اللي هو حاجه كده استثنائيه. لا انا مش استثنائي خالص ولا اي حاجه من الحاجات دي، لا انا ام لازم تعرفي بنتك ان انت ام، ان انت ام ليكي حدود وهي لها حدود، احنا اصحاب وحبايب وكل حاجه بس انا ليا حدود. يعني دايما لو اتعودتي ان انت تتكلمي مع اولادك مخصصه ليهم ساعه في اليوم او مرتين 2 في الاسبوع، زي ما قلتلك كده انا بعمل الترابط الاسري اللي انا قلتلكم عليه في الفيديو قبل كده، هترجعوا في الفيديوهات ورا وهتلاقوا فيه الترابط الاسري اللي هو بخصص يوم طبعا اجتمع فيه انا واولادي، نعمل اكله حلوه، حلويات جميله، يوم كده نخصص فيه كده ايه حاجه حلوه، ونقعد كده بقى ايه بالليل مع بعضينا كده، يعني بعد العشاء كده نروح مجهزين كده السهره بتاعتنا الجميله القمر، وبعد السهره نقعد مع بعض كده اللي هو ايه نتناقش مع بعض. فبالتالي هتحسي ان اولادك او بناتك في سن المراهقه بييجوا يقولولك اجباري خلاص احنا اتعودنا على امي ما نقدرش نستغنى عنها. انت اللي تقدري تزرعي في قلب بنتك الحنيه والمحبه ليكي، وانت برضو اللي تقدري تزرعي جواها شخصيه مارد شيطان صغير كده بيتحكم فيكي من هو صغير. انا والدتي بتحبني ما تقدرش تستغنى عني، فبالتالي بتعملي كل حاجه فما تقدرش هتحكم فيها، لا احنا مش عايزين التحكم ده، لا يا حبيبتي انت ليكي حدود، انت بنتي بس في تربيه، انت غلطتي طيب اختاري بقى، انا عقابك عندي 1 2 3، 3 اختيارات هتعملهم لها، شوفي ايه الحاجات اللي هي بتحبها وهتعملي لها 3 اختيارات وهتبدأي تعاقبيها بيهم، اختاري لك حاجة من ال3 دول تحبي تتعاقبي بإيه منهم، فبالتالي هتبدأ تقولي لا ده انا والدتي بقى قلبها جمد عليا فانا هعمل لا ما ينفعش، فهتبدأ هي هتلين منها لوحديها تاني، هتبدأ واحدة واحدة هترجع تتكلم معاكي، واتكلمي مع بناتك كتير في سن المراهقة ما تسيبهمش، اتكلمي كتير جدا جدا، يعني تناقشي معاهم في كل حاجة في البيت، في مسؤولياتك، في معرفش هتحسسيهم بالحب والحنية. تعالوا بقى اوريكم بقى نقطع كلامنا كده. بصوا بقى الاكل الجميل القمر دوت طبعا عايزين نتغدى النهارده كده غدوه اقتصاديه جميله. طيب انا كنت عامله معاكم خلطه من كام يوم كده عملتها للمكرونه البشاميل، وكان باقي عندي طبق بشاميل قلت لكم هسيبه في الفريزر، وكان باقي عندي شويه خلطه ما حطيتهاش كلها في طبق المكرونه في صينيه المكرونه، فسبت الخلطه دي وقلت لكم برضو هسيبها في التلاجة يومين 3 كده ولا حاجه ونشوف هنعمل بها اكله حلوه. فخرجت كده العيش بتاعنا كده من الفريزر وسبته كده لحد ما طري خالص، وبدات حشيته بالحشوه القمر دي. بص بقى حشيناه كده، بس انا ضفت بس على الحشوه بتاعتنا شويه لانشون كده، وقلت عشان خاطر ازود الكميه، وبكده عملنا غدا جميل جدا. وغدا اولادنا كلهم بيحبوا السندوتشات وبيحبوا الحاجات اللي هي التكاوي دي اللي هي القمر اللي على السريع دي. فخرجت كل حاجه من التلاجة، كل حاجه جاهزه عندي، وعملت اكله جميله كده زي ما انتم شايفين، وحطيت طبقه البشاميل على العيش، وبعد كده حباب قلبي حطيت شويه موتزاريلا كده كانوا باقيين عندي، ودخلت الصينيه الفرن. بص في الوقت دوت النور كان قاطع والله، يعني مش قادره اقول لكم، فطبعا الكاميرا ظلمه، يعني مش قادره اقول لكم الريحه والطعم كانت حاجه جباره، حاجه حلوه جدا عجبت اولادي وكانوا مبسوطين. وبكده غيرنا يوم وعملنا غدا حلو جميل جدا ببواقي اكل موجوده عندنا في التلاجة، وظبطنا يومنا وحياتنا. فخليكي كده شاطره واقتصاديه وموفره، وخليكي كده صاحبي اولادك على قد ما تقدري. الصحوبيه لاولادك في سن المراهقه وفي اي سن عموما مش المراهقه بس
دوت بيخرجهم من اللي هم فيه. ما تخليهمش وتديهم مساحة ان هم يدخلوا في حياة مش كويسة. ما تدهمش مساحة ان هم يدوروا على حد غيرك بره علشان خاطر يحكي لهم كل حياتهم التاريخ اللي موجود في حياتهم والحاجة اللي مضايقاهم. خليكي انتي اول واحدة يحكولك عن كل حاجة.